بدأت أشك إنها نصابة. في بنت دخلت اتعرفت عليا على الانستجرام وكانت عايزة تنصب عليا، وبدأت تقولي إنها يتيمة وكانت متربية في ملجأ لسن 21 سنة، وإنها اضطرت تشتغل ممرضة في الجيش الأمريكي على حدود سوريا، وطلبت مني إني أساعدها عشان تخرج من الجيش وتيجي تعيش في مصر لأن حياتها دايما معرضة للخطر. وطلبت رقم تليفوني وكلمتني على الواتساب وقعدت تبعت لي في صور لعساكر متصابة عشان تصعب عليا، وقالت لي إنها ارتاحت لي. بعدها بعتت لي صور لجنود ماسكين صندوق مليان فلوس كتير، وصور ليها جنب الفلوس وهي ماسكة الدولارات، وبتقول لي إنهم عملوا سطو على إرهاب وخدوا منهم الفلوس ديت، ونصيبها من الفلوس 30 مليون دولار. وطلبت مني انها تبعت لي الفلوس في طرد، وده عن طريق شخص من هيئة دبلوماسية، وكل دوت بحجة ان التحويل البنكي في سوريا واقف عشان الحرب. بس وانا بكلمها لاحظت ان الكلام اللي هي بتبعته سطور كتير في وقت قليل، ومعنى كده عزيزي المشاهد ان كلامها كان متحضر كوبي بيست. ومن هنا بدأت أشك إنها نصابة، وقلت لها إني رافض العرض، ولكن عشان تغريني أكتر قالت لي إن ليه 3% من ال30 مليون دولار، ولكن كنت مصمم على رأيي ورحت عامل لها بلوك على الواتساب وعلى انستجرام، وبحثت في الموضوع وعرفت إن دي طريقة نصب منتشرة اليومين دولت، وإنهم فعلا بيبعتوا الطرد في صندوق لحد باب البيت، ولما بيوصلك الصندوق بيتعمل لك الفخ وبيطلب منك حق الشحن اللي بيكون عبارة عن مبلغ مالي كبير من أول 15,000 جنيه ل30، وبعد ما تستلم الصندوق وتفتحه ما تلاقيش الفلوس. فدي كانت تجربة حصلت لي وربنا سترها معايا، وحبيت أشاركها عشان محدش يقع في نفس الفخ.